هو انا من اول لما اشتري سهم واحد ابقى من اصحاب الشركه وليا حق في الاداره؟ السهم هو صك ملكيه قانوني بيثبت انك بقيت شريك فعلي، لكن طبعا بنسبه محدده في الشركه دي. علشان الشركه تكون مساهمه راس مالها بالكامل بيتقسم وحدات صغيره جدا، الاهم ان هي متساويه في القيمه. الوحده الواحده هي السهم. بمجرد ما تشتري السهم انت مش بس دفعت الفلوس، انت اشتريت حصه في كل حاجه بتملكها الشركه، من اول المباني، المكن، المخازن، لحد العلامه التجاريه، وكمان الفلوس اللي في الخزن. ودوت طبعا بيديك حقوق ماليه واداريه، اهمها حقك في الارباح اللي الشركه بتوزعها كل سنه، وحقك في قيمه السهم كمان. يعني لو سعر الشركه زاد في السوق قيمه سهمك هتبقى زادت. يعني انت مش مجرد داين للشركه، انت بالفعل مالك لجزء منها، وحجم ملكيتك وربحك بيتحدد على حسب عدد الاسهم اللي في ايدك مقارنه باجمالي عدد الاسهم بتاع الشركه كلها. تعال بقى نقول مثال واقعي. لو انت وثلاثه من صحابك اشتريتوا شقه سوا علشان تاجروها، قسمتوا ثمن الشقه بالتساوي، فكل واحد بيملك ربع الشقه. يعني اي ايجار هيجي هيتقسم عليكم كلكم. ولو الشقه ثمنها زاد واتباعت كل واحد هياخد نصيبه بالنسبه للحصه بتاعته. لو كل واحد دفع مليون في الاول ولما جيتوا تبيعوها اتباعت ب 10 مليون، كل واحد هيكون له 2.5 مليون على حسب الحصه بتاعته في الشقه. اسمع الخلاصه من اخوك درويش: السهم هو وثيقه بتثبت ملكيتك لجزء من اصول الشركه وارباحها، وبتخليك شريك رسمي فيها بحسب كميه الاسهم اللي انت اشتريتها. وبس كده يا سيدي، اعمل فولو الدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.